باحث أردني يكشف مكان سد يأجوج ومأجوج بالأدلة الساطعة. احذروا فالقادم خطير. في البداية نستكشف أسباب تسمية يأجوج ومأجوج، حيث يقول محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة السفارينية إن هذه التسمية تأتي من الأجيج، أي أجيج النار، والنار إذا اضطرمت اضطربت وصار لهبها يتداخل بعضه في بعض. أما عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية في الصفحة 81 يقول: لكثرتهم وشدتهم، وقيل من الأجاج وهو الماء شديد الملوحة، وقيل أيضا اسمان أعجميان، وقيل وهم لكثرتهم هكذا، وهم من ولد يافث بن نوح باتفاق النسابين. ولكن هذا ليس نهاية المطاف في أسباب تسمية يأجوج ومأجوج، لأن الاسم نفسه موجود في اللغة العبرية، وهذا يرفض القول بأنهما اسمان أعجميان لا يصرفان، فليس لهما اشتقاق، حيث الأعجمية لا تشتق في اللغة العربية. ففي اللغة العربية، وهي شقيقة العربية كلغة سامية، ما في مأجوج تعني في أو من بلاد، وبهذا تصبح العبارة جوج من بلاد جوج. والنظرية الأخرى تقول أن اسم مأجوج بعد حذف الواو في العبرية كان يطلق على بابل. أما نظرية أخرى تقول أن التسمية هي مشتقة من عبارة صينية تعني قارة شعب الخيل، وهم من شعوب مجاورة للصين شمالا وغربا. وهذه النظرية تقربنا إلى دراسة الباحث الأردني عبد الله شربجي، الذي يعتقد أن جمهورية قرغيزستان التي تجاور الصين من الغرب وتكثر فيها الخيول هي أرض يأجوج ومأجوج. وعلامات التركيبة الظاهرية ليأجوج ومأجوج في الروايات الإسلامية تقربنا أيضا من نظرية الباحث عبد الله، حيث قال أبو الحسن نور الدين علي ابن أبي بكر بن سليمان الهيثمي سنة 735 هجريا، وهو من علماء الحديث النبوي ومؤلف كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ينقل ما رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. وقال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة في المسانيد العشرة رجاله ثقات، عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراد الوجوه صغار العيون سهب الشغاث، أي شعر أسود فيه حمرة، ومن كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. المجن هو الترس، وتشبيه وجوههم بالترس بسبب بسطها وتدويرها، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. لو ركزنا على عبارات عراض الوجوه وصغار العيون وتشبيه وجوههم بالمجان المطرقة، وقارنا كل ذلك بالتسمية الصينية قارة شعب الخيل، توجد الخيل بكثرة في آسيا الوسطى وخاصة في قرغيزستان، فإن الأمر يسهل علينا تأييد نظرية عبد الله إلى حد ما، حيث هذه الصفات يمكن إيجادها في شعوب آسيا الوسطى. سد أو ردم ذي القرنين بين قرغيزستان وأوزبكستان، وفي متابعة رحلة إسكندر ذي القرنين لبناء سد أو ردم ليحول دون تسرب يأجوج ومأجوج، يشير الباحث الأردني عبد الله في كتابه رحلة ذو القرنين إلى المشرق إلى منطقة تقع غربي قرغيزستان وشرقي أوزبكستان، في منطقة جبلية على الحدود الفاصلة بين البلدين في آسيا الوسطى، حيث تقطن الشعوب التركية من الأوزبك والكازاخ القزاق والكرغيز والتركمان والإيغور غرب الصين، ويمتد تواجدهم إلى أذربيجان وشمال غرب إيران، المقاطعات التركية الأذرية وتركيا. أما ردم أو سد ذي القرنين يقع حسب نظرية عبد الله الموثقة بصور وخرائط في منطقة تفصل الشعبين الشقيقين القرغيزي والأوزبكي، في منطقة هي أقرب من شمال غرب الصين، حيث يعتقد وجود الردم هناك حسب إحدى النظريات الخليفة العباسي الواثق بالله والبحث عن يأجوج ومأجوج. وهناك قصة لرحلة بهدف كشف أرض يأجوج ومأجوج قام بها سلام الترجمان بأمر من الخليفة العباسي الواثق بالله،
بعد أن رأى في المنام حلما تراءى له فيه أن السد الذي بناه ذو القرنين للحول دون تسرب يأجوج ومأجوج قد انفتح، فأفزعه ذلك، وبدأ سلام الترجمان رحلته نحو شمال آسيا بحثا عن مكان سد ذو القرنين. ويروي الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وابن خردزبة في كتابه المسالك والممالك تلك القصة التي اعتبرها المستشرق ديخويه واقعة تاريخية لا شك فيها وجديرة بالاهتمام. وأيده في هذا الرأي خبير ثقة في الجغرافيا التاريخية هو توماشيك. وفي الآونة الأخيرة يرى عالم البيزنطيات فاسيليف أن سلاما نقل ما شاهده في رحلته للخليفة العباسي بشأن السد وطمأنه بخصوص عدم تسرب يأجوج ومأجوج. عين الحمئة في قرغيزستان. ويرى عبد الله شربجي أن بحيرة إيسيك-كول في قرغيزستان هي العين الحمئة المذكورة في قصة ذي القرنين، حيث تشبه البحيرة القرغيزية حقا شكل العين حسب صور الأقمار الصناعية، وتصب بها الأنهار وتتغذى على ينابيع ساخنة وبها طين، واسمها باللغة القرغيزية يعني البحيرة الساخنة أو الدافئة. وهذه البحيرة لا تتجمد على مدى السنين رغم هبوط درجات الحرارة في قرغيزستان إلى 25 درجة مئوية دون الصفر في بعض الأحيان. يصب في هذه البحيرة بحسب ما ذكره الباحث حوالي 118 نهرا، وجدولا أكبرها طيب، بالإضافة إلى الينابيع الساخنة التي ترفض هي الأخرى البحيرة بمياهها. ولمعرفة هذا التشابه بين العين الحمئة وإيسيك-كول التي هي على شاكلة العين، نلقي نظرة على صور الأقمار الصناعية لناسا نقلا عن كتاب رحلة ذو القرنين إلى المشرق، حيث يمكن رؤية البحيرة كعين عملاقة من الفضاء الخارجي تقع بين سلسلة جبال شاهقة من كافة الأطراف. تحدها من الشمال جبال تدعى تيريسكي آلاتاتو وتعني المبتعدة عن الشمس، ومن الشمال جبال تدعى كونجي آلاتاتو وتعني الواجهة الشمسية. وحسب قصة يأجوج ومأجوج لا يعني أن شعوب آسيا الوسطى هي من نسلهم، بل جاء في تفاصيلها أن ذا القرنين استطاع أن يبني ردما أي سدا من حديد ونحاس، فأغلق مكان خروج يأجوج ومأجوج وحجزهم وراءه حتى لا يخرج منه يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل. عزيزي المشاهد، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات. ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.